السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وفي احسن صحة. النهاردة قلنا نعمل بقى حاجة بسيطة كده، صينية بطاطس كده ني في ني بوراك. فانا جايبة فرخة زي ما انتوا شايفين كده، عاملاها 4 تربع، وجايبة وراك مقطعة. فانا هعمل صينية فراخ لوحدها من غير بطاطس، وصينية وراك بالبطاطس. زي ما انتم شايفين جايبه بصل وطماطم وقرن فلفل وشويه توابل، بابريكا، كاري، 7 بهارات، ملح، فلفل. التوابل اللي عندك كلها حطيها. انا حطيتهم كلهم مع بعض، ضربت البصل والطماطم وقرن الفلفل لاني عايزاها تبقى سبايسي. زي ما انتم شايفين ضربتها في الكبه، طماطم مع البصل. دي اللي هتبقى الحشوه بتاعه الفراخ اللي انا بتبل بيها الفراخ. زي ما انتم شايفين اهي عملتها في الكبه. هبتدي بقى اتبلها. شويه البهارات اللي انا قلت لكم عليها، حطوا زي ما انتم عايزين بهارات، البهارات اللي تعجبكم حطوها. انا حطيت كل اللي عندي بصراحه. بتبقى جميله جدا وطعمها حلو قوي يعني. وبتقلبيها كده زي ما انتم شايفين كده. ودي بحشي بيها الفراخ وبحطها ما بين الجلد. وطبعا انا يعني الفراخ عندي لازم اقطعها كده من النص عشان تبتدي التتبيله تخش في النسيج بتاع الفراخ من جوه، عشان تديها طعم وتتبيله. وما بين الجلد بحب احشي الفراخ بصراحه، بتدي طعم رهيب. بجيب صينيه زي ما انتم شايفين كده، تمام. وعندي بطاطس مكعبات، لان انا هعملها ني في ني. كنت حطاها كده في الميه، وهبتدي ارصها في صينيه زي ما انتم شايفين كده. برصها خلاص كده. انا الكميه كلها حطيتها في الصينيه، تمام. هبتدي بقى عندي طماطم، عامله شفشق طماطم كده، عصير طماطم، لاني هحطها فوق البطاطس لان هي كلها ني في ني، تمام. هجيب صينيه تانية، هبتدي ارص بقى الفرخه اللي انا بقول لكم عليها. انا جايبه فرخه عاملاها 4 تربع. دي انا يعني اصل الاكل ده مزاج. ففي اللي بيحب يعني من غير بطاطس، وفي اللي بيحبها بالبطاطس. فانا هحط ال4 تربع كده في صينيه زي ما انتم شايفين. طبعا انا حطيت التتبيله دي يعني قعدت تقريبا ساعتين. انتوا بقى لو عايزين بقى ممكن تحطوها يعني قبلها بيوم، تتبليها وتحطها في التلاجة قبلها بيوم. بتبقى جميلة وخطيرة. انا زي ما انتوا شايفين كده رصيتها اهو في صينية الفرخة، تمام. وهركنها، وهجيب بقى الوراك اللي انا بقيتها هحطها على البطاطس. حطيت شفشق الطماطم على البطاطس لان كله ني في ني، تبقى جميلة وخفيفة. وابتدي بقى ارص الوراك بتاعتي. جميلة خفيفة يعني، هي بصراحة الأكلة دي خفيفة يعني على قلبي كده. بحس إن أنا بعيدة عن التسبيكات بقى والحاجات دي. كله ني في ني، رهيبة والله العظيم رهيبة. وبتطلع في الآخر تحفة. زي ما انتوا شايفين كده خلصت اهو الصينيتين. هبتدي بقى اديهم على البوتاجاز نص يعني تسوية. يعني على البوتاجاز بحطهم نص تسوية عشان يسهل عليا دخولهم من الفرن، لان لما بحط الحاجه كده في الفرن بتاخد وقت. احط طبعا معلقتين سمنه على كل صينيه زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين في نص السوا بتاع يعني خلاص هي دخلت في السوا زي ما انتوا شايفين اهو. اهي دخلت في السوا، هي كده دخلت في السوا، هي والصينيه التانية اهي دخلت في السوا. هبتدي ادخلهم الفرن، ما بياخدوش وقت في الفرن. لكن لو هنحطهم على طول في الفرن بتاخد وقت. زي ما انتوا شايفين اهي طلعت بسم الله ما شاء الله زي القمر، تستاهل بقكم. صينيه بطاطس ني في ني، وصينيه فراخ لوحدها اهي، وبالتتبيله الجميله القمر اللي طعمها تحفه. الف هنا على قلوبكم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله وحاجات احلى من كده.